السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد شوبير يهاجم فيتوريا. مدرب منتخب مصر شوبير لفيتوريا بعد ضم فتوح وصبحي لقائمة أفريقيا. المنتخب مش قطاع خاص. ما تنساش في البداية تعمل لايك لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات قوية للبرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد تواجد الثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي في القائمة المبدئية لمنتخب مصر. المقرر اختيار القائمة النهائية منها المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المحدد لها يناير المقبل في كوت ديفوار، وشدد على أن المنتخب ليس قطاع خاص حتى يضم البرتغالي لاعبين لا تشارك في أنديتها من فترة طويلة. وخلال تصريحات شوبير فيتوريا نفسه قال انه لا يضم اي لاعب لا يشارك في المباريات، وفي النهاية يناقض نفسه بضم فتوح وصبحي رغم أزمة إيقافهم من جانب نادي الزمالك. واختتم شوبير فتوح وصبحي مش جاهزين من الناحية البدنية بسبب الغياب عن المباريات فترة طويلة، ونفس الأمر بالنسبة لمحمود حمدي الونش مدافع الزمالك العائد من الإصابة بالرباط الصليبي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز مصاب وتم ضمه، وهي أمور غريبة للغاية. فهل تتفق مع أحمد شوبير في هجومه على فيتوريا؟ اكتبوا لنا في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.